عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مع بعض ان شاء الله الجمبري في الحلة. هنعمل وهنقدم معاه رز صيادية. مكوناته بسيطة جدا. عندي جزراية مبشورة وبصلاية متقطعة مكعبات، والتوابل بتاعتي ملح وكمون وشويه صغيرين من الشطه وثلاث فصوص من الثوم. بس انا عايزه اوريكي ازاي تنضفي الجمبري وتشيلي السلسله اللي في الظهر بكل سهوله. خله من بتوع السنان، وهتيجي هنا كده في الظهر بين القشره والتانيه، وهتطلعيها كده بكل سهوله كده. شايفين اهي كده طلعت معايا بكل سهوله جدا. هعمل معاكم واحده كمان ما بين القشره والتانيه. هندخل الخله كده في النص، هتطلعيها بسهوله جدا اهي. بصوا اهي كده خلاص طلعت معايا. بعد كده هنحط الجمبري بتاعنا في الحله. طبعا انا غسلاه كويس جدا عشان بيبقى فيه رمله، لازم تتاكدي كويس جدا ان انتي تنقعيه في ميه كتير عشان يبقى نظيف. وهننزل بالجزرايه المبشوره والبصلايه اللي متقطعه مكعبات، وهنزل بالتوابل بتاعتي الملح والكمون وشويه من الشطه وثلاث فصوص من الثوم. هنقلب كل ده مع بعضه وهنحطه على النار. طبعا الجمبري ده بينزل شوربه بتبقى جميله جدا، طبعا مش هنرميها، طبعا هنستخدمها هنشربها تبقى حلوه قوي كده. بقى خلاص جاهز معانا، هنحطه على النار. انا حطيت الجمبري بتاعي على النار. طبعا الجمبري ما بياخدش وقت كتير خالص في السوا. وجهزت عندي الزيت بتاعي، هنعمل مع بعض الرز الصياديه. عندي بصله مفرومه كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحبها ناعمه عشان ما تبانش في الاكل. اول ما تاخد اللون البني معايا، انا مش عايزاها محروقه قوي عشان لو البصله اتحرقت منك هتمرر الرز. كده لون البصله معايا بقى حلو جدا. هننزل بقى بالميه الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. تغلي غلوتين كده عشان صوص لون البصله يطلع في الميه، هو ده اللي هيدي لون للرز. انا بحب احط الميه الاول، وهحط طبعا معلقه من الملح. اول ما الميه تغلي معانا هننزل بالرز. طبعا انا غسلاه كويس ومصفياه. وعندي الجمبري بتاعي هنا ما شاء الله، اول ما ياخد اللون الجميل ده معانا تعرفي انه كده خلاص استوى. وطبعا الشوربه بتاعته اللي نزلت منه دي طبعا انا مش هستغنى عنها. اول ما الرز بقى يتشرب معانا هنوطي عليه وهنغرف مع بعض طبق النهارده. الميه عندي خلاص جاهزه بتغلي. هنزل بقى بالرز بتاعي اللي انا غسلاه كويس ومصفياه. خلاص كده وبكده انا غرفت طبق النهارده. عملنا النهارده الجمبري وقدمنا معاه الرز الصياديه. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. كان معاكم نورة وليد. انتظروني ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.